بخير. والنهارده معانا ايه؟ فيديو جديد. متنسوش تعملوا لايك الفيديو ده وتنزلوا حالا دلوقتي تشتركوا في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد انا واعملوا لايك. اهم حاجه اللايك. بصوا بقى النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا ماما؟ كحك ايه؟ كحك بسكر. خلاص؟ تعالوا بقى هنبدا معاكم النهارده كحك. انا جبت كل الحاجات هنا دلوقتي وهبدا معاكم. هنعمل 2 كيلو كحك فهوريكم الطريقه بتاعتي النهارده مميزه كده وسهله جدا واي حد يعمل كحك في البيت. خلاص يلا بينا يا مارو، يلا بينا. هنعمله كمان بايه؟ عجوه وملبن وساده. بص هنبدع النهارده على اخر ابداع. بصوا بقى دول كيلو سمنه. خلاص هبدا بس كده بالسمنه علشان هعمله بسمنه مغليه، مش هعمله بسمنه بارد يعني، لا هعمله سخن. خلاص بصوا كده، احط بس السمنه كده في اقطع يا سمسم. قطع يا سمسم. الكيس ده نص كيلو يعني، فانا احط كيلو سمنه يعني 2 كيلو دقيق. هعمل النهارده 2 كيلو دقيق. بصوا مقدار انا هعمل 2 كيلو، انت لو هتعملي كيلو تقسمي المقادير اللي انا هعملها دلوقتي نصين. يعني ده كيلو سمنه، ده نص وده نص. يعني ده كيلو كيلو صح؟ لا ده كده كله على بعض كيلو بس انا قلت افضيه في الاول عشان ايه، انا كنت مطلعاه بره التلاجة فبدا الكيس يسيح وكده يعني، قلت افضيه في الحله الاول اغليه اصلا. خلاص ادي كيلو السمنه هنحطه هنا على البوتاجاز، بس مش هغليه دلوقتي، استنى شويه قبل ما اخلص الحاجات اللي في ايدي. انا هعجن في الحله دي عشان الالومنيوم، علشان هي كبيره شويه. علشان اعمل لما احط السمنه المغليه تبقى ايه صحيه يعني. طبعا عندك اي حاجه الومنيوم، طبق بلاستيك عادي والله، احنا شغال ما بيفرق معانا. بس يلا ده تعمل كحك مش 2 كيلو، دول 5 كيلو صحيح. هي تشيل. انا عملت بسكوت فيه 3 كيلو وما شاء الله شالته يعني، حله كبيره 3 كيلو وادخلوا كده شوفوا ايه طريقه البسكوت اللي لسه ما شافهاش. بصوا بقى هنعمل ايه، هندخله كده كيلو دقيق. هو دي بقى تكوني ايه متعدد الاستخدامات او واثقه من حد يعني بيديكي دقيق نظيف. وقولي لي السنه دي عملتي كحك وبسكوت ولا اشتريتيه جاهز؟ لو لازق في بعضه ما يبقاش مكلكع يعني، وفي نفس الوقت يديني الكحكه كده هشه كده ناعم يعني صح؟ يبقى ناعم. هو اسمه ايه؟ كحك ناعم. هنعمل الكيلو التاني. لما تحطي كده تعملي المنظر ده كده. ماشي يا حبيبتي. تلك دي كده. يلا بقى نحط ايه، ده الكيلو التاني اهو. ده انت ملينا الرخامه دي عشان نحس بالعيد، لازم نبهدل الدنيا دقيق. بصوا كده حطيت 2 كيلو دقيق. خلاص هنحط المواد الجافه مع بعض. ده بيكنج باودر هنحط كيسين زي ما قلت لك. لو انت ماشي حبيبتي، زي ما انا قلت لك لو انت هتعملي كيلو كحك تقسمي المقادير دي نصين، يبقى 2 كيلو دقيق عليهم 2 بيكنج باودر. تغطيها كده عشان ايه، في حاجة. حط عليها ايه تاني، رشه ملح، رشه بسيطه. ودي ريحه كحك انا شارياها من عند العلاف. خلاص مقدار الكيلو معلقه، كان انا عشان عامله 2 كيلو هم معلقتين ومعلقه. 2 كيلو دقيق، 2 بيكنج باودر، رشه ملح، ومعلقتين ريحه كحك. خلاص هنسيب المواد الجافه دي زي ما هي كده، وهندخل بقى على ايه، على الحاجتين دول. على الملبن. اسمه ايه؟ ملبن. بصوا ده تروح عند العلاف تقولي له عايزه نص كيلو ملبن هيديكي ملبن. ملبن ساده. خلاص هو على فكره سعره مش غالي ولا حاجه. بصوا اديكوا ملبن ايه
عايزه تعمليه ساده كحك ساده اعملي، بس انا حبيت ابدع السنه دي. خلاص لا اعمل لهم كذا حاجه يعني. بصوا هي اصلا سايحه يعني، اللي هي فكه سبتها فكت بقى من بالليل وطلعتها من التلاجة عشان تبقى بصوا بالقوام ده ملزقه كده. احط عليها حته سمنه يعني معلقه سمنه حاجه بسيطه او معلقتين سمنه. المنبل ده شكله عسل صح؟ عسل متلزق. واحط عليها معلقتين سمنه واحطها في الميكروويف تسيح وافضل اعجن فيها اوريكم دلوقتي. بس قبل ما اعمل ده كله وكمان نفس النظام هعمل دي عجوه، هعمل في العجوه برضه احط عليها سمنه واحطها في الميكروويف تفك كده واعجنها يعني اعفصها في بعضيها. بالنسبه بقى للخميره الفوريه هنعمل ايه؟ طبق كده هحط فيه نص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. ده لبن نص كوبايه لبن اهو، وكمان نص كوبايه ميه، معلقه سكر كبيره اهي عشان الخميره تتفاعل. خلاص احط بقى الخميره الفوريه واغطيها واسيبها تخمر عشان اتاكد من الفوران بتاعت الخميره. خلاص كيس واحد بس اهو. اشيلها هنا على جنب حته حلوه. بصوا كده حطيت سمنه على الملبن واحطه في الميكروويف يشتغل ايه بس يسخن كده، وكمان هغلي السمنه. بصوا بقى كده حطيتها في الميكروويف فكت بصوا ساحت. انزلها هنا ساحت جدا سخنه على فكره سخنه لزق بالطبق وبتلسع كمان. حط لها هنا برضو معلقه سمسم كده بحس العجوه دي. العجوه في نفس الطبق عشان ايه انجز يعني. هي برضو مطلعاها من الفريزر برضو العجوه دي شاريها ايه زي ما هي. بصوا هي فتحت بصوا يعني هي قطعه واحده بس ايه ناشفه عايزه بس ايه تفك كده بس ايه في الميكرويف. احط عليها برضو حته معلقتين سمنه كده تفك براحتها. خليها هنا بس شويه، وهنا برضو احط السمنه تقدح لسه ما دحتش بس انا قلت استغل يعني ايه الوقت. بصوا بقى بتتعمل ازاي شايفينها. انا عايزه بقى اعملها عجينه الملبن ده. بصوا انا مفككه بصوا حطي معايا على طول. شايفين لما سخنه وفيها حته يعني معلقتين السمنه دي وحطيت كمان عليها شويه سمسم. السمسم ده محمص لو انت ما تجيبوش ني يعني عند راجل بيبقى محمص، لو انت عندك ني اوريدي حمصيه عادي. هفضل اعمل فيه كده. بصوا هو بدا ايه تلم معايا شايفينها بدات ايه تلم معايا لاني انا عايزه اكورها كده شغل فاخر من الاخر. بتعملها بالمقلعه الشوكه احسن بتهرس. بصوا شايفين اهي. انا عايزه اوريكم بس مش عارفه باين في التصوير ولا لا. بصوا هو مش باين لا باينه. ممكن اشوفها بصوا اهي سخنه على فكره اهي. لا بقى قطعه واحده اهي تطلع وتنزل معايا. انا قلت اعملها في طبق عشان اخد راحتي وانا بعمل. خلاص احط بقى العجوه كمان اخد معلقتين سمنه. على فكره انا باخد سمنه من نفس الكيلو اللي بعمل منه يعني اللي هو بس لازم تخلي السمنه تقدح بحيث ان هي بتنزل على الدقيق كده فاهمين تفور يعني تعمل الفوران. هفحر كده عشان خلاص السمنه ايه بدات تقدح تغلي يعني معرفش يعني ايه تقدح يعني.
وممكن تعمليه سمنه بارده، يعني اللي هو سمنه ايه بارده زي ما انا وريتها لكم كده، تفك وتحطيها. وممكن تغلي نص السمنه والنص التاني لا. ممكن بعد اذنك توسع عشان يبقى عليك. بصي هي غليت اهي. ساحت كلها. عايزه اوريكم بسرعه. بصوا شايفين فوران اهو، شايفين؟ هو ده اللي انا عايزاه. عاملة زي معلقه خشب. اوعي تحطي ايدك. بصي بيفور ازاي، شايفه؟ لو حطيت اوعي. هتتلسعي. سخنه مولعه، وهبدا ان انا اقلب بالمعلقه. ما هي سخنة فعلا. سخنه مولعه خلاص. هبدا اقلب بالمعلقه. بس هنا ايه، حطيت العجوانه والميكروب فصل خلاص. وعيد. مسكت دي لقيتها سخنة. لقيت بس كده. عشان كده انا عملت في الحله الالومنيوم. خلاص عندك طبق الومنيوم اعملي فيه. هبدا اقلب كده. انت ايدك بتوجعك بسرعة صح؟ اه بس على قد ما تقدري تبسي في الكحك، على قد ما تقدري تاخدي وقتك يعني. خلاص بصوا بتهيألي الطريقه سهله ده الواحد مش قادر يعمل كل ومش ده. محتاجه يعني افتكاسات كتيره. انت لو اول مره تعملي جربي كيلو، او انت مثلا يعني اسره صغيره جربي كيلو، او بنوته يعني لسه متجوزه ومعكيش اطفال برضو جربي كيلو. ومش محتاج بقى ولا مكنه ولا باي حاجه عندك في البيت تشكلي بيها. بدأ الايه، بصي اتشربت السمنه بس الريحه بقى ملكوش. عايز تعمليه كحك ساده اعملي براحتك خالص. انا بس ايه حبيت اعمل للولاد كل الانواع، لاني واحد طالب مني عايز بعجوه والتاني عايز ملبن وواحد عايز ساده، فقلت لا خلاص بقى على ايه يعني ايه اعمل لهم كل الانواع وفي نفس الوقت ايه تعملوا كل الصوت. اراضي كل الاطراف. بالزيت سخنة مش ولا قوي. باردة؟ لا سخنه. سخنة بس مش قوي. يعني تقريبا لو حطيتي دي مش هستحملها. سخنه. قلبي بالمعلقه، خليني بالمعلقه. وعامة انا قلبتها وخليتها ما فيهاش دقيق، بس هي عايز ايه؟ طلعت الكسر الخشب دي. اسمه ايه؟ الكحك يتبس، فاهمني؟ اهم حاجه في الكحك ايه؟ اسمها تبسي الكحك. انا كده صح. خلاص كده عرفتوا المقادير. وبصوا بقى معاكم ايه، مش بسجل صوت بقى معاكم ايه بصوتي علشان تبقوا معايا خطوه بخطوه. ريحتها كحك سخن. ريحتها كحك سخن. بدأ الريحه تطلع. سخنة ولا باردة؟ سخنه سخنه. كنت بفكر اعمل فيديو بس سخن. تعملوا بالمعلقة. السمنه لما بتبقى مقدوحه وتحطيها في الكحك بيطلع الكحك معاكي ريحته اقوى يعني كريحه. وكمان لما يقعد مثلا بعد العيد بفتره يقعد معاكي، يستحمل ان هو يقعد. لكن اللي هو السمنه البارده حلو وكل حاجه، بس اللي هو تخلصيه يعني ايه في وقت قريب ما يطولش معاكي. دي الفكره يعني. لا يعمل كميه قليله ممكن يعملها بسمنه بارده، او نص مثلا تعملي نص مثلا تغلي النص والتاني نص سمنه بارده عادي يبقى حلو برضه. ان السمنه دي بتخلي المغليه بتخلي ريحه الدقيق تعمل ريحه جامده تحسي بالعيد وكده. والتاني برضه حلو. العجوه بقى عايز تحطي عليها سمسم حطي، مش عايزه براحتك. سخنه برضه يعني سخنه. بس بقى ايه تتحط بالفريزر. ده احطه على الارض بقى وافضل ابس كده. بصي وده البس ديك بتعجبني. اهم حاجه تبسي لحد ما تعملي كوره وتدوسي عليها ما تشققش معاكي. انا خربشت نفسي. خربشت نفسك؟ شاطر.
يبرد بصوا بقى بثواني. انا هقعد على الارض وابسه. ارجع لكم تاني عشان ايه الرخام عالي عليا. تعملها. بصوا بقى كده عملنا العجوه. بعمل معاك. مارو بتساعدني. عملنا الملبن انا ومارو، بص عملناه كور ازاي، بيساعدني بصراحه. بس بقى انا ايه بنعمل كمان العجوه. بنعمل ايه؟ مين اللي بيعمل؟ مرسي بيعمل عجوه، وانا كمان عجنت الكحك. عجنته كويس جدا. بص تعبت يعني من كتر العجن عشان ايديك وجعتك او صح؟ دي وجعتنا ساعة اتحمرت ازاي. انا عشان اتاكد يعني ان العجينه معايا حلوه بعمل كوره كده زي كده. زي مارو كده. شوفين مارو بيعمل ايه، تعملوا زيه. كل الولاد الحلوين اللي زي مارو يساعدوا ماما. بتعرفي تعملي الشكل ده؟ لا جميل. يلا بص بقى بعملها كوره كده. طبعا الكحكه بتبقى زي اكبر من دول كده. زي دول، بس الكحكه بتبقى اكبر من دي. واعمل كده بصباعي. بصوا كده. كده طقطقت يبقى هي محتاجه عجنتين. طقطقتش زي كده يبقى هي 100 100 وزي الفل. وانا جبت اخر بسرعه. ايوه بس عجنتهم اهو. خلاص هركنهم كده على جنب شويه. ومرو شغال لو عايز تعمليه ساده مش محتاج كله ده اعمليه براحتك. هنا بص الخميره. بصوا عملت ازاي اهي. خمرت اهي بقت حلو. هسيبها شويه ساعد مارسيلينو. نساعد مين؟ مارو. وكمان العجينه تريح. حلو ليها قوي ان انت كل ما تعملي حاجه تريح قبليها بشويه. يعني بعمل الحاجه اللي عليها ترى كمان تريح. يعني عشان احط عليها الخميره واعجنها. فهسيبها تريح واساعد مارسيلينو بقى في العجوه دي. اشمعنى الملبن؟ قال لي كباري عشان هو بيحب الملبن اهو. بصي لما عليها سمنه ولا بتلزق في ايدك ولا اي حاجه، انت بتكورها على طول. خلي ولادك يساعدوك يحسوا بالعيد. كلنا كنا بنفرح لما نقعد نعمل حاجة العيد. صح يا ماما؟ من زمان. طبعا اخواته في المدرسة في الدروس فهو اللي بيساعدني. لو كانوا هنا كانوا هيعملوا معايا لان هم هو بيحبوا الحاجات دي. بس انا اصلا تعبت وعرقت من عجين الكحك. لان بصراحة عجنته يعني تعجنيه ربع ساعة تلت ساعة وانت بتبسي فيه الكحك على قد ما تقدري بسي. ايديكي بتوجعك كنت بتعملي كده بس شغال. ليه بنبس كويس قوي؟ علشان السمنة بصوا تتغلغل في كل دي. يعني تبقى بصوا مش سايبة فتفوتة اللي معمولة سمنة. لان هو اصلا معجون بسمنة. وتكوني برضو طحنة سكر. يعني طحنة سكر بودر. يعني عامله حسابي وطحناه بقى سكر بودر. لاني انا بطحن كميه كبيره. يعني اخليها لما يكون في عيد او حاجه زي كده. بص ممكن تعملها قد دي بس. عادي يا حبيبتي ده ينفع. بس عملنا كحك كده حلو. كحك كده حلو. عملنا العجوه وعملنا الملبن وجاهزين الصواني. بصوا بقى تعالوا بص ايه الصواني دي جاهزه من الصبح. بصوا انا هعمل معاها تاني نعمل تاني على فكره. بصوا بقى ادي العجينه اهي. هنجيب الخميره دي. محتاجه خليط. بصوا الخميره اهي كده تاكدنا ان هي كويسه. هنروح بقى حاطينها على طقطقت على العجينه. هنبدا بقى نقلب. هتبدا ايه العجينه تشد عادي ولا يهمك ولا تخافي ولا اي حاجه. تمسك تبقى جامده شويه. بس بقى نفضل بقى ايه نعجن فيها كويس ونسيبها برضو ترتاح علشان دي فيها ايه خميره. سيبها ترتاح عشان فيها ايه خميره. وبعد كده نبدا نشكل فيها براحتنا. فيها خميره. بص بقى بدات هي تشرب الميه اللي انا حطيتها. خلاص بقى تبدا ايه عجينه تشد. خلاص بقى انا مسكت اسنان بتلف الحله عشان الرخام. عشان كده طفيت معاكم الكاميرا وقعدت بقى على الارض عشان بصوا كده عاليه. عاليه اصلا الحله عاليه وانا قصيره مش قوي يعني بس قصيره. قصيره بس مش قوي.
بصوا العجينه بدات شدت ازاي، شايفين؟ شربت ما فيهاش ميه ولا خميره ولا لبن ولا اي حاجه. انا ايديا فيها زيت. هفضل بقى اعجن فيها تاني بحيث ان انا ايه لما اعمل كوره كده هبدا بقى ايه اعجن فيها كويس كويس، بحيث ان انا لما اعملها كوره واكورها كده ما تفركش مني، وفي نفس الوقت اما اعملها كده بصوا مكسره، يعني اعملها كده مش نافعه. لازم نعرف نعملها لازم نعجن كويس كويس جدا كويس. عشان كده بطفي الكاميرا واقعد على الارض بقى واقعد بقى الحته دي عامل فيها خليها خلينا ماشي ولا كلها. تاكل العجينه. عشان كده بقعد عليها، اقعد على الارض ايه ده يا ماما كل شويه توقعي. واخد راحتي في العجين، اتخانق مع العجين. يعني بصي عملت ازاي، عايزه تتعجن كويس جدا برضه وتتساب شويه ترتاح. كنت خاطئه. هقعد على الارض اعجنها كويس قوي وابس الكحك ده كويس، علشان ايه العجينه طبعا بدي تشد عادي عجينه كويس قوي 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 تلت ساعه كمان، وبعد كده تسيبها ترتاح وتبداي تعملي كحك. رجعنا لكم تاني، ايديا جابت اخرها. بصوا بقى عجنته تاني بعد ما حطيت الخميره الفوريه، عملتها بلبن وميه زي ما وريتكم ومعلقه سكر عشان تتفاعل يعني السكر. هي نعم. بص بقى خليتها ناعمه ازاي عشان لما اجي اشكلها تبقى الكحكه حلوه، يعني او اجي احشيها ما تطقش مني. بصوا ما تطقش مني ولا اي حاجه. خلاص هسيبها كده عشان انا حاطه فيها خميره فوريه والكلام ده وعماله اعجن فيها، فطبعا هغطيها. سيبها كام ساعة؟ لا مش كام ساعه، حبه يعني ربع ساعتين ساعه مثلا، مثلا. اريح ايدي بس عشان وجعتني، وفي نفس الوقت هنشوف هنعمل ايه بعد كده. الصواني بقى مجهزاها، في باب عندي جوه من الهوا عمال توم تك، اكيد صوته طلع في الفيديو. فالصواني دي انا طلعت كل الصواني اللي عندي علشان ابدا اعمل فيها. طبعا مش هدهن زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لان هو العجينه اصلا معجونه بسمنه فمش محتاجه صواني تدهن. خلاص فبصوا هسيبها ترتاح كده شويه العجينه عشان تبقى يعني الخميره تتفاعل وادوك شفت الطريقه. وتعالوا بقى اوريكم الفرن حطيتها فين عشان نخبز عليه وبعد كده نكمل معاكم. يلا تعالوا معايا دلوقتي. يلا بصوا كده بقى قعدت حبه كتار علشان ايه العجينه تهدى كده وتاخد راحتها، وهبدا اعمل في الكحك. هنبدا الاول باول صينيه، مش عارفه اعمله كبير ولا صغير ولا اعمله قد ايه. صغنونه نعمله، نجرب بقى نعمله ايه كحكه يعني مش كبيره قوي. كمان عايزين ايه احط الملبن كده في النص، وابدا ان انا اسوي الكحكه بحيث ان ايه الملبن ما يبانش عشان ما يسحش ويلزق في الصينيه. هنبدا بالملبن الاول. خلاص مش هشكل فيه اي حاجه دلوقتي، انا هبدا ان انا ايه اسيبها كده. لما انا هسيبها كده هترتاح هي كمان شويه يعني، فاهميني؟ وبعد كده هبدا اشكلها تشكليها باللي انت عايزه تشكليه بيه. يعني مثلا عايزه تشكلي باللي هو البصامه بتاعت الكحك، شكلي اي حاجه عندك شكلي، كله شغال يعني مش هقول لك لا. فاهمه؟ احط الملبن كده اهو، وابدا ان انا اقفل العجينه كده عليها. هي الملبن طبعا اتعملت كوره قبليها بشويه تبقى الملبن نفسها الكوره شدت خلاص مسكت نفسها مش هتلزق في ايدي، عشان كده انا بعملها قبليها بشويه وابدا ان انا اعمل اسيبها يعني شويه وبعد كده اعجن واظبط الدنيا وهي تبقى لسه. الكحكه حجم الكحكه انت اللي بتتحكمي فيه، انت عايزه كبير صغير تسيب مسافه كل واحده والتانيه عشان ايه لما ابصمها او اشكلها يبقى واخده مساحه يعني. ببدا احطها كده واقفل عليها، مش بتلزق ولا اي حاجه، اقفل عليها كويس وابدا ان انا اكور ايه
الكحك كده اهو. بصوا عملت ازاي اهو. العجينه حلوه لما اتعجنت كويس. بلفها برضو كويس واسيبها ايه، يعني اسيب مسافه كده هي بتستريح معايا. قبل ما اخلص الصينيه يكون هي كلهم مستريحه، خد راحتهم في الصينيه. انا بصراحه قلت ابدا بالملبن الاول، وبعدين انا اطلع كل الصواني اللي عندي اللي في البيت. بصراحه الفرن دي كمان سويت لي البسكوت برضو حلو، فما رضيتش اعمل في صواني تيفال او اي نوع تاني، فقلت الالومنيوم احلى، فلميت كل الصواني اللي عندي الالومنيوم، العاليه بقى والصغيره بتاعت البيتزا، واي حاجه عندك صاجات او صاجات انت هتشتريها اعمليها. بس انا بصراحه ايه، ما عنديش وقت ان انا اشتري صاجات. عارفين الصاجات اللي هي بتدخل الفرن دي بتاعت الخبز، هي دي، فقلت مشي حالي يعني بدول. طيب بصوا اكمل الصينيه دي وبعد كده اوريكم بصمها وارسمها ازاي، ماشي؟ بصوا كده رجعت لكم تاني. بصوا انا عملت الكحك اهو، ده اللي بعجوه بملبن اقصد، ده ملبن. بصوا اهو، طبعا بصوا انا زين بيه، شايفين قعر الكوبايه دي اهي، بصوا هنبصم بيها. يعني اعمل بيها ازاي؟ اهي زي ما هي كده، اضغط عليها بس ضغطه بسيطه علشان كمان البسكوت يشيل سكر كويس. خلاص، بس انا قلت اعمل اللي هو كلهم يعني اللي هو الملبن الاول. خلاص، الصينيه وهي في الصينيه وممكن تبصوا ده شكلها. خلاص انا هبدا ان انا ايه اشكل لكم بحاجه تانية. يعني بصوا شايفين البتاعه دي مضرب اهو، بصوا بضغط كده، بصوا شكله عامل ازاي، شايف باينه الرسمه كده. ممكن اعمل بكذا حاجه يعني. بصوا شايفين الشبكه دي بتاعت البطاطس، القلايه يعني، عارفين نفس بصمه الكحك بتاعت البصمه بتاعت الكحكنات، نفس الشكل. بصوا نفس الشكل بالظبط. بصوا بعمل بالغطا دي كده كأني بعمل هلال يعني، شايفين؟ بصوا رسمة ورا بس اللي هي على الكوباية، ودي بالشبكة، فاللي يعجبك بقى اعمليه، ودي بالبتاعة دي كده. هنخبزهم، تعالوا مع بعض كده نخش جوه نخبزهم ونكمل مع بعض. بصوا الصواني اهي، جبت كل اللي عملتهم معاكم بره، وجبت الحلل والحاجة. هبدأ اولع الفرن وابدأ ان انا اسوي الكحك فيها. بصوا بقى كده انا سويت في منهم مستوي وفي منهم، بس دول اللي على الفرن لسه ايه، لسه ما استووش. خلاص، بصوا دول لسه عاملاهم اللي هم عجوه. بصي سويت دي ودي، طبعا الولاد جابوا له سكر عشان ياخدوا، مش مستنيين ان انا اعمل كحك بسكر. وده برده استوى، بس لما تيجي تنقليه من الصينيه بياخد يعني تسيبيه يتهوى براحته. ليه؟ بصي مستوي اهو من تحت، اللي اول لما ادوس عليها هلاقيه بص بقى عجين كده، لازم تسيبه يتهوى شويه بعد كده اهو مستوي اهو. دي اللي طالعه من بدري فماسكه نفسها، دي لسه جديده يعني مش ماسكه نفسها، لو عملتها كده تدوب في ايديا. بصوا زي ما وريتكم ان انا بعمل ايه، بمسكها في ايديا كده وبرده بعجنها كويس يعني، وبعد كده اعملها كده اهو، واحط فيها العجوه عشان عملتها من بدري فهي ماسكه نفسها مش هتبهدل الدنيا. بصوا اهي، امسكها كده اهو، بعد كده احطها كده اي بصمه عندي اهي. بصوا شكلها اهي. كمل بقى بقيه الكميه وما اسوي واطلع بقى اوريكم بقى بره على الرخام عشان ايه ما ضايقكوش هنا. بصوا كده انا خلصت الكحك دي، الكميه اللي طلعت معايا اهي. بصوا طلعت بنفس الرسمه ازاي، بس انا حطاها كده عشان ايه تهوى معايا شويه اهو. ماشي، دول اللي ملبن، الصينيه دي ملبن ودي عجوه. بصوا هجيب طبق كده، انا هرصه طبعا لما يتهوى كده ويشد معايا يبقى كويس. خلاص انا خلصت وبرد، بس ايه مش عايزه احطه على بعض عشان
ما يتكسرش مني. انا مش هحط له سكر دلوقتي غير لما اجي اقدمه، يعني لو عندي الاكل كده اقدمه احط له ايه السكر بتاعه، غير كده لا. اوريكم شكله. ده اللي بالملبن، الصينيه دي هي اللي بالملبن دي خلاص. وده اللي ايه بالعجوه. العجوه بص صغنن شويه عشان اعرف، حتى لو رصيتهم في علبه واحده ابقى عارفاه شكله بقى باين يعني. خلاص بصوا يبقى كده عندي التقديم. طبعا احنا السكر ده ونخليه على طول ايه يبقى معايا يعني ايه. بص بتشيل معايا سكر ازاي. بص شكله. دي اللي هي بالعجوه، دي ملبن. وبكده خلصت الفيديو بتاع النهارده بتاعنا. يا رب الطريقه تكون عجبتكم وتكون سهله، جربوها يعجبكم جدا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وكل سنه وانتم طيبين. يلا باي باي يا حلوين، باي.